المطعم ده الاسعار عنده غريبه شويه، مشويات الكيلاني فرع بورسعيد، ودي التجربه التانية، هنشوف فيه تغيير الافضل ولا لا. رحت المطعم العصر كده وقعدنا فوق في الصاله، والجو حر جدا، المكان محتاج تكييفات اقوى من كده بكتير، الجو كان صعب جدا. المهم طلبنا الاكل ونزلوا السلطات والعيش، نزلوا لنا طبقين سلطه مشكل، الاتنين زي بعض نفس الانواع ما عدا واحد فيه سلطه خضراء، التاني فرق السلطه الخضراء ان فيه سلطه بنجر، وعيش فريش بيخبزوه عندهم اكيد. البابا غنوج مش باين فيها طعم بتنجان مشوي خالص، الطعم اللي طاغي عليها الطحينه والخضره تقريبا بقدونس مغطي على الطعم. المخلل حلو، الطحينه ممتازه، السلطه الخضراء برضو اخده دريسنج حلو، ونزل شوربه لسان عصفور دي نازله مع الفته، شوربه حلوه جدا. نروح للاسعار بقى. انا قبل ما اروح اي مطعم بشوف المنيو بتاعه، ببعت على صفحه الفيس مثلا واطلب المنيو، فهم بعتوا لي المنيو ده وانا ما خدتش بالي ان هو مكتوب عليه منيو تيك اواي والدليفري. ده اسعاره ممتازه جدا بالنسبه لاسعار باقي المطاعم في السوق، لكن لو هتاكل في المطعم نفسه في منيو تاني واسعار مختلفه خالص، وده بقى الطبيعي في اغلب المطاعم، بيبقى فيه زياده 12% خدمه او خدمه وضريبه بيعملوا 26% زياده، وده الواقع مش ده الصح يعني. لكن هنا في المطعم مش مفهوم سياسه التسعير بناء على ايه، مفيش قاعده خالص ما بين المنيو بتاع التيك اواي والصاله. مثلا انا طلبت فتة موزه، دي للتيك اواي سعرها 390، في المطعم 410، فرق 20 جنيه، ودي حاجه كويسه جدا، زياده 5% بس كويس. لكن في اصناف تانية في فرق مختلف خالص. يعني مثلا طلبت برضو من الحاجات اللي طلبتها وجبه ميكس جريل في المطعم ب 300، ولو تيك اواي 250، يعني زياده 20%. ربع كفته في المطعم 210، تيك اواي 180، زياده 17%. الخضار الساده زي البطاطس مثلا والحاجات دي في المطعم 35، تيك اواي 25، زياده 40%. الفرخه المشويه في المطعم 405، تيك اواي 300، يعني زياده 35%، وهكذا بقى السلطات والحاجات دي كلها كده. الاسعار محتاجه مراجعه غالبا، وده رايي انا، فالافضل انك تاخد الاكل تيك اواي، هيبقى اوفر بكتير من الاكل في المطعم. نزل الاكل، دي فته موزه ضاني، انا فاكر ان الفته المره اللي فاتت كانت عجباني، كنت طالب فته ساده. الموزه مستويه ودايبه وطعمها ممتاز، الفته خطيره، وهي الفته كلها في الصلصه بتاعتها، لو معموله صح هتبقى تمام، وهم هنا ظابطينها جدا. بس لو مالكش في الضاني ما تطلبهاش، لان طعم الضاني باين فيها، مش اوفر قوي اللي هو يقفلك، بس في ناس ما بتحبش طعم الضاني خالص، فلو انت ما بتحبش الضاني ما تطلبهاش. اعتقد عندهم موزه بتلو. الطبق التاني طلبناه ميكس جريل، كفته وشيش طاووق وربع فرخه. الشيش حلو، احلى من المره الاولانيه، والكفته كانت خطيره، احلى من المره الاولانيه بكتير جدا. حتى الفراخ المشويه على الفحم ممتازه نظيفه وتتبيلتها حلوه، درجه شوي مظبوطه جدا، وانا فاكر التجربه المره اللي فاتت ما كانتش افضل حاجه في الفراخ. طلبت بطاطس صينيه ساده، كانت كويسه مش وحشه، بس مش مميزه قوي يعني، شغاله. وفي محشي ورق عنب، حاطين وحدتين مع كل طبق، بس طعمه مش احلى حاجه واقل من العادي، المحشي من الخلطه كده محتاج يتظبط اكتر. الميه الصغيره عندهم ب 10 جنيه، وده سعر كويس بالنسبه لباقي المطاعم. التجربه بشكل عام افضل من المره الاولانيه بكتير، وفي تطور، وانا بتكلم عن الاصناف اللي انا طلبتها، ما اعرفش باقي الاصناف اخبارها ايه، ومش عارف لو مستوى المطعم ثابت ولا لا. الاسعار بس محتاجه تتراجع شويه لو امكن في بعض الاصناف، مش قصدي ترفع سعر الاصناف اللي فرقها عن الدليفري قليل، لا العكس، لو في امكانيه تقلل بعض الاصناف اللي فرقها كبير قوي عن التيك اواي والدليفري. في الاخر الاسعار دي ترجع لسياسه المطعم، وهم احرار طبعا. بس دي تجربه مشويات الكيلاني المره الثانيه. وفي نهايه الفيديو افتكر ان الاكل اذواق، ممكن اللي يعجبني ما يعجبش حضرتك والعكس، والمطاعم مستواها مش ثابت، وتقريبا مفيش كواليتي كنترول، عشان كده ممكن تجربتي تختلف عن تجربتك. انا ممكن اجرب مطعم يعجبني الاكل عنده، لكن لما حضرتك تروح تجربه تلاقي الاكل مش حلو، ودي حاجه بتحصل لنا كلنا. ممكن تشتري من مطعم يعجبك اكله، لما تروح تاني تطلب نفس الحاجه من نفس المطعم تلاقي طعم وجوده مختلفين عن المره اللي فاتت. الهدف من فيديوهاتي ان انا انقل التجربه بس، ما بقولكش روح المطعم او ما تروحش، براحتك خالص، دي حاجه ترجع لك وعلى مسؤوليتك، وانا مش كسبان ولا خسران حاجه في الحالتين. خد المحتوى بتاعي على انه فرصه تشوف فيها التجربه الحقيقيه للمطعم عامله ازاي، بعيدا عن الدعايه. اديك بتشوف شكل المكان، شكل الاكل، كميته، الاسعار ونظام المكان، اما الطعم ده ممكن حضرتك اللي تحكم عليه بنفسك. سلام.